صباح الفل أو مساء الفل حبايبي الغاليين وقت ما بتشوفوا الفيديو. يلا الأول نسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حبايبي دعوة لمرضانا ودعوة لأمواتنا، ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويشفي كل مريض. يلا النهاردة بقى هنعمل كرواسيه جميل جدا وهيعجبكم، هيبقى هاش وجميل، هش كده من جوه ومورق وجميل وهيعجبكم جدا. هنا حطينا كوباية لبن وأقل من نص كوباية سكر، وحطينا بيضة، وهنحط على البيضة دي يا جماعة حبة فانيليا عشان بس زفرة البيض. هنا احنا هنعمل نص كيلو بس دقيق، ده المقادير دي بتاعت نص كيلو دقيق. انا حطيت كوباية لبن، ولو عوزنا تاني واحنا بنعجن هتشوفوا هنعمل ايه وهنحط ايه. هنا هنحط معلقة صغيرة خميرة. هنا هنحط معلقة كده صغيرة، يعني المعلقة الكبيرة مش مليانة، ده مقدار معلقة صغيرة خميرة. ما تنسوش تحطوا اللايك يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك ترفعوا بيه الفيديو. هنا حطينا نطرة ملح يعني صغيرة جدا كده سنة، وحطينا حبة زيت يعني أقل من ربع كوباية زيت ومعلقة زبدة. ما تنسوش اللايك يا جماعة ترفعوا بيه الفيديو يا جماعة. هنا حطيت نص كيلو دقيق. يلا بقى نسمي ونصلي على الرسول كده ونقول اللهم زد وبارك يا رب، ونقلب الخليط الجميل ده في بعضه. ادعوا لمرضانا يا جماعة دعوة حلوة كده، ربنا يشفي كل مريض يا رب، كل مريض عدو حبيب ربنا يشفيه، عشان إلا المرض ده يا جماعة بالذات، ويرحم أمواتنا يا رب، وكل عزيز وغالي فقدناه ربنا يرحمه يا رب. هنا بقى العجينة بصوا ملبن، أنا احتجت قيمة يعني أقل من ربع كوباية مية حطيتها، كانت أقل من ربع. العجينة دي الدقيق كان جميل جدا، كل ما الدقيق تجيبيه دقيق نضيف يبقى جميل جدا معك. بصوا العجينة يا جماعة زي الملبن ملبن. بصوا العجينة جميلة جدا، المقادير دي جميلة جدا يا جماعة على النص دقيق. عايزة تعملي كيلو بقى ضعف الكمية، يعني بدل ما كوباية وربع لبن هتحطي مثلا كوبايتين ونص دقيق، كوبايتين ونص لبن. بدل ما حاطة بيضة هتحطي 2، يعني هتضحفي الحاجة اللي انا حطاها. كده بقى ايه هنغطي عليها ونسيبها كده عبال ما تستريح وتخمر كده ونشتغل فيها. على فكرة كوباية اللبن كانت دافية. كده بقى ايه احنا غطيناها كده هنسيبها شوية. بصوا يا جماعة هي كده ايه العجينة خمرت. بصوا العجينة بتبقى مضاعفة لما بتخمر، هي كده خمرت جميلة. بصوا اهي. كده بقى ايه هنقطعها كده ايه بالسكينة كده. انا عندي قطعت البيتزا والله، بس هي بقى اللي جت في ايدي. السكينة ماشي الحال كله ماشي، الجيش بيقولك اتصرف. انا عندي القطعة بتاعت البيتزا دي هتقطع على طول، بس هي السكينة اللي جت في ايدي. كده بقى ايه هنكورهم كده ايه 4 كور. وبرضو يا جماعة انا قطعتهم كده هسيبهم برضو شوية يستريحوا، عشان لما اجي افردهم يتفردوا على طول معايا. زي ما انتوا شايفين كده، بس طبعا مش هعمل دي واحد، انتوا هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. انا قطعتهم 4، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. هنا انا جبت صينية ورشيت فيها حبة دقيق، ما حطيتش زيت بقى عشان انا حطيت سمنة، معلقة سمنة حلوة كبيرة، وحطيت زيت، فمش هينفع بقى احط تاني عشان لسه ايه هنورقها بالزبدة. العجينة بتطرى كده ايه. هنكور دي رخرة حلوة كده ايه ونحطها في الصينية واغطي عليهم ونسيبهم بقى شوية، عشان لما تيجي تفرديها العجينة تتفرد معاك. لازم العجينة يا جماعة تقطعتيها كده لازم تسيبيها اما تستريح. والفطير برضو بعمل فيه كده،
الفطير برضو بقطع، احنا على فكرة هنعمل فطير قريب ان شاء الله بإذن الله، بس الفطير برضو بقطعه كده وبسيبه يستريح عشان لما افردها تتفرد. هنا ايه هنحط عليها كيس كده، ايه جبت كيس تلاجة كده فتحته وغطيتها، هنسيبها شوية كده. انا سبتها قيمة 10 دقايق كده، ربع ساعة عبال ما استريحت. بصوا بتخمر تاني يعني، والله ما سبتها ضعفت خمرت تاني. كده بقى ايه هنسمي ونصلي على الرسول كده بقى ونبدأ شغل بقى، نقول بسم الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك يا رب. كده انا حطيت نقطة زيت، عايزة تحطي نقطة زيت حطي، عايزة تحطي دقيق حطي، يعني اللي تحطيه حطيه يعني مفيش مشكلة. كده بقى ايه انا هفرد العجينة دي، هتشوفوا دلوقتي هنعمل فيها ايه. كده ايه هنفردها. الكرواسون ده يا جماعة ظبطتيه بيطلع طعمه جميل جدا جدا، بيبقى بقى احسن من اللي بتشتريه من بره. ليه؟ طب اللي من بره ده مش هيروح يجيب لك كيلو لبن ب 40 جنيه يحطه، لا بيحطوا ميه، احنا بنحط لبن. انت مثلا هتحطي سمنه زبده نظيفه، هم ممكن يحطوا سمنه من التانية وبيحطوا ريحه الزبده، بيجيبوا ريحة الزبدة يحطوها، مش هيروحوا يجيبوا سمنة فلاحي يحطها لك، او اللي هي السمنة اللي الصفرة دي يحطها لك، هيحطوا روابي، هيحطوا اي سمنة تانية. وبيجيبوا بقى الروايح بتاعت الزبدة دي، بيجيبوا بقى ازايز كبيرة مش صغيرة كمان اللي احنا ساعات نجيبها دي، لا دول بيجيبوا ازايز كبيره، فبتبقى انت رخره وانت معديه من قدام اي مخبز بتلاقي الريحه، تقولي ايه ريحه السمنه الفلاحي دي؟ لا بالعكس مش سمنه فلاحي، ده هي ريحه الزبده. انما احنا في هنا بنحط زبده، ما بنحطش بقى الروايح دي، فعشان كده بيبقى جميل. هنا انا كنت فارده واحده يا جماعه وحاطه لها زبده مورقه، يعني عاملاها زي دي، فجبتها. فانا اصل الفيديو كده طول قوي بصراحه، ده انا الفيديو قصيت منه حاجات كتير. كده انا كنت فردة واحدة زي دي ومطبقاها وركناها، ورحت في جايبة التانية فردتها، ورحت جايبة دي حطاها في قلبيها، وألم بقى برضو وأنا بعوز سمنة. عشان كده يا جماعة بتبقى مورقة بقى وجميل، يعني العملة دي عملة الفطير برضو كده بتبقى مورقة وبتبقى جميلة جدا. كده أنا حطيت الاتنين مع بعض، يعني الأربعة اللي أنا قطعتهم كل اتنين هعملهم في كل واحدة، يعني الواحدة هعملها اللي أنا قطعتهم دولت 4، الأربعة دول هعملهم 2. هفرد واحدة وأجيب واحدة وأحطها في قلب واحدة عشان تبقى مورقة كده وحلوة. كده إيه أنا شلت التانية، وهنا بقى فرشت دي عشان العجينة كانت طرية شوية، رحت حاطة دقيق. كده ايه نسمو ونصلي على الرسول ونفرد. يلا يا تيتا يا حلوة انت افردي فردة حلوة كده يا تيتا. على فكرة أنا بشكركم جميعا يا جماعة على مشاهداتكم لفيديوهاتي، وعلى لايكاتكم وعلى تعليقاتكم اللي بتسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب، كل اللي يحط لي لايك يسعد بيه قلبي، ربنا يسعد قلبه يا رب من حيث لا يحتسب، وكل اللي يحط اللايك يعلي بيه الفيديو ربنا يسعد قلبه يا رب. حقيقي كلامكم في الكومنتات بيعجبني جدا وبيسعد قلبي، ربنا يسعدكم جميعا يا رب، ويخلي فانزاتي كلهم، ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم. وفعلا واحدة بتيجي تقول عيلتي الكبيرة، فعلا الكلمة دي صدقت، انتوا عيلتي الكبيرة، وبفرح جدا بيكم لما بفتح الفيديو والاقيكم معلقين لي التعليقات الجميلة دي واللايكات بتاعتكم الجميلة. ربنا يسعد قلبكم يا رب، وانا بشكركم من كل قلبي بجد. هنا بقى انا فردتها، وبرضو ايه هنحط الزبدة كده عشان نورقها بالفرشة كده، وفرشتين زبدة كده، وما تستخسريش بقى. انا بصوا انا بصراحة انا افتريت في الزبدة، انا حطيت زبدة كتير، انا ما كانش ليا ان انا احط الزبدة دي كلها، رخرة العجينة كانت طرية جدا. هنا برضو كنت فردة واحدة كده زي ما انتم شايفين، انا عشان الفيديو كان طويل رحت ايه شلت منه
قصيت منه حاجات كده، الفيديو بيطول جدا، فانا شلت منه حاجات كتير بجد، بس خليت ايه الحاجات اللي هي الضرورية اللي انتوا لازم تشوفوها، خليتها. دي انا كنت فردها زي دي بالظبط، وجبتها حطيتها في قلب دي. ليه يا تيتا؟ عشان العجينة تبقى مورقة زي ما بنورق الفطير كده. بصوا يا جماعة، هي كده بقى هتبقى مورقة وهتبقى جميلة جدا. كده هتبقى مورقة وهتبقى جميلة. كده انا عملت واحدة اهي، والتانية اهي برضو جنبها. هغطيهم وبرضو هسيبهم، لازم بعد ما تشتغلي فيها لازم تسيبيها شوية عشان تستريح. انا سبتها شوية يا جماعة استريحت، غطيتها وسبتها شوية استريحت. وهنفردها بقى. دولت بقوا كورتين اتنين، بعد ما كانوا 4 بقوا 2. كده بقى ايه احنا هنفردها. كده انا هفردها دلوقتي. كده انا هفرد العجينة دولت زي ما انا قلت لكم، واحدة حطيت في قلبيها التانية. دلوقتي بقى هتشوفوا التوريقة الجميلة بتاعتها، بس بصراحة ربنا يعني انا افتريت في السمنة، حطيت سمنة كتير. كده بقى ايه هنسمي ونصلي على الرسول بقى ايه ونقطعها. السمنة كتير طرت العجينة مني. كده هنقطعها بقى ايه، الربع هنقطعه 3 بس. الربع هقطعه 3، مش هقطع يعني، ممكن تقطعيه 4 لو انت عايزاه صغير يبقى صغير قوي. انما انا هقطع الربع. انا كده قطعتها 4 تربع، الواحدة هقطعها 3. زي ما انتوا شايفين كده، الواحدة هقطعها 3. بسم الله ما شاء الله. بيني وبينكم ما تكتروش في الحاجة وتفتروا، فعلا صح صح، من زاد عن حده انقلب إلى ضده. أنا حطيت سمنة كتير فعلا، كانت العجينة طرية مني شوية. إنما العجينة لما بتنشف وبتبقى ناشفة ما تحطلهاش الزبدة الكتير دي، بتعرفي تتملكي فيها كويس. كده أنا قطعتها زي ما انتوا شايفين. كده أنا قطعت الربع 3. كده أنا قطعتها 12 واحدة كرواسون. كده أنا بفتحها كده عشان أشدها كده أفردها. هتشوفوا بقى دلوقتي أنا هحشي بالجبنة وهحشي بالنوتيلا، هحشي بالشوكولاتة. هحشي نوتيلا وهحشي الجبنة. كده أنا دلوقتي بحشي بالجبنة. الله على الجمال، كان طعمه وروعة يا جماعة بجد يعني، وهو لسه طالع كده. يعني الحاجة فعلا لما بتبرد بتبقى طعمها جميل، انما ده هو سخن كان طعمه جميل جدا. كده بصوا انا لفيت عملت صينية وشلتها، اللي هي صينية بالجبنة. ده بقى كده انا هعمله فاضي عشان هحشيه نوتيلا. بصوا يا جماعة، جميلة وكانت العجينة روعة. بقولك يعني زي ما بقولك، وساعات والله انا بجيب دقيق برضو سايب، يعني مش على طول بجيب الدقيق. عايزة تجيبي هاتي دقيق فاخر. الدقيق ده بيبقى جميل جدا وبتبقى عجينته روعة. بس في دقيق سايب بقى بيبقى حلو، وفي دقيق سايب تجيبيه بيضيع الدنيا منك. الدقيق السايب لو هتجيبيه هاتيه من عند الحلواني. دول بيبقى عندهم دقيق سايب، بس بيبقى دقيق نظيف، لان عارفين ان احنا هناخده هنعمله معجنات، فبيبقى حلو وجميل. كده يا جماعة ايه، دي هي مفيش الا هي بقى، دي كده اخر واحدة.
دي اخر واحدة اهي. افردي يا تيتا، افردي يا تيتا. كان كرواسو جميل وكان طعمه روعة بجد يعني. بصي تشدي وتفردي، تشدي وتفردي، تقوم تعمل طبقات. دي بقى لما خمرت اتضاعفت، يعني لما خمرت كبرت عن كده. بصوا قد ايه لما خمرت كبرت عن كده. كان جميل بصراحة. وكمان الجبنة انا كنت حاشية جبنة عادي، انما بقى لو ميكس جبن بقى، اللي هي جبنة زيتون، جبنة تركي، جبنة بيضة، يعني تبقى جبنة كده ميكس جبن، بيبقى طعمه جميل، مش زيتون كمان. انما دي كانت جبنة عادية يعني. انما اللي هو الميكس الجبن مع الزيتون بيخلي طعم الكرواسيه في منتهى الروعة. انما انا ما كنتش عندي ميكس الجبن، انا كان عندي جبنة بيضة بس. حشيت جبنة بيضة وحشيت نوتيلا. كده انا جبت بيضة، خدت الصفار بتاعها وحطيت طبعا فانيليا عشان الزفارة، وبالفرشة كده وتروحي دهنة الوش كده بيديكي منظر جميل. كده احنا حطينا سقف الفرن اهو. بصوا كده ايه، هنسيبه شوية كمان عشان لسه برضو من الجنب. هنسيبه شوية صغيرين بس، حبة كده قيمة كام دقيقة، يعني دقيقتين كده بس وهطلعه. كده احنا خلصنا كله، طلعته كله. بصوا بقى يا جماعة اللي انا حاشياه بالجبنة. بصوا اللي انا حاشياه بالجبنة. بصوا بقى التوريقة بقى بتبقى عاملة ايه لما بتحطي بقى تفردي واحدة وتركنيها وتجيبيها تحطيها في قلب التانية. بصوا هي دي بقى اللي بتديكي التوريقة دي، بتديكي توريقة جميلة، وبيبقى هش من جوه كده، وبيبقى في منتهى الروعة. بصوا يا جماعة جميل جدا، وسواه في منتهى الجمال. يعني جميل وسواه أجمل. كده ده اللي بالجبنة. بصوا السوا جميل جدا، ومن تحت مستوي برضو ولونه جميل، يعني مش بس من فوق، يعني من فوق احنا دهنينه بالفرشة البيض. بصوا كمان من تحت مستوي ازاي. بصوا من تحت جميل جدا روعة. ما تستخسروش في اللايك بقى بالله عليكم، بالله عليكم ما تستخسروا اللايك، تعالوا بالفيديو بس. هنا بقى هتجيبي عصاية شيشتاووك، هتجيبي اي حاجة كده عندك، تروحي فاتحة بيها كده بس من تحت، تخلي كده من جوه، عشان لما تحطي الشوكولاتة يبقى في مكان ان انت تحطي فيه شوكولاتة. خلي بالكم انا جيت ادور على قرطاس من اللي هي القراطيس اللي بنجيبها من عند من موتير دي، اللي هي قراطيس بحط فيها الكريمه لما بكون هزوق بيها حاجه، ما لقيتش، رحت جايبه كيس تلاجة. الجيش بيقول لك اتصرف. جبت كيس تلاجة حطيت فيه النوتيلا، ورحت فتحها فتحه بسيطه جدا بالمقص جدا، ورحت بقى ماليه بيها الكرواسون. بس يا تيتا ده اتنفخت على الاخر يا تيتا من كتر الشوكولاته. خلي بالكم انا سبتها كده شويه وقلبتها، يعني حطيتها في العلب عادي يعني مش هتنزل. بصوا بقى طبعا انا وريتكم اللي بالجبنه. بصوا يا جماعه التوريقه، بصوا من جوه التوريقه، لازم التوريقه دي لازم عشان تبقى حلو كده، يبقى خفيف ويبقى حلو. كان جميل جدا بجد. انا معماله اهقه كده ليه. بصوا بقى اللي بالنوتيلا. بصوا حشيته يعني كان مليان بجد، يعني تنتنا فضي فيه لحد اما الواحده قبت وعليت كده. كان جميل وكان طعمه جميل. بصوا كل ده طبعا اللي محشي نوتيلا. وبصوا يا جماعه النص كيلو عمل قد ايه. النص كيلو ملالي علبه كبيره بجد. حطي كده اللي بالشوكولاته في ركن واللي بالجبنه في ركن. بصوا جميل جدا. الله على الجمال، صحه والف هنا يا رب.
بصوا الواحدة اتضاعفت ازاي لما خمر، الواحدة كبرت بقت قد ايه، يعني كان صغير. بصوا لما خمر يا جماعة الواحدة بقت قد ايه، انتوا كنتوا شايفينه في الصينية كان قد ايه. بصوا لما خمرت. الله على الجمال، الله على الجمال بجد. بصوا الشوكولاتة، صحة وألف هنا يا رب على اللي شاف وعلى اللي هياكل، وسلام عليكم، أشوفكم في فيديو جديد.